تقول لك ما خصكش تاكل البيض بزاف، راه كيطلع لك الكوليسترول. تيجي واحد السيد واحد اخر تيقول لك لا انا كناكل غير البيض ديال البيض، تيجي واحد السيد ثاني عميق اكثر منه تيقول لك انا كناخذ غير الصفر ديال البيض. تبع معايا حتى واحد ما غينكر القيمه الغذائيه ديال البيضه. البيضه تقريبا فيها بحال هكا فيها 7 الغرامات ديال البروتينات، 6 الغرامات ديال الدهنيات، غني بالفيتامينات الا والدي والاو والكا، فيه الكولين مزيان للدماغ، فيه السيلينيوم واليود والزنك. ملي كنهضر لك على السيلينيوم الغده الدرقيه غتخدم مزيان، وغني بالبروتينات. الامتصاص والاستفاده من البروتينات كيكون طالع، كيطلع من الكوليسترول بلاتي الاش دي ال اللي هو الكوليسترول الجيد الجسم ديالنا محتاجه، ماشي لل دي ال اللي هو الخايب. البيض ديال البيض والصفر ديال البيض. علاش انا غنجي غنقسمها وناخذ غير البيض باش ما نطلعش كوليسترول؟ لا بالعكس، الصفر راه فيه كوليسترول جيد وفيه بروتينات قل من البيض ديال البيض. البيض ديال البيض الناس اللي كيكثروا منه راه تقدر تنقص الامتصاص ديال الفيتامين بي، وانا قلتها لك. ومنين كتنقص الفيتامين بي يبدا يطيح لك الشعر وغتولي بحالي. الكبده ديالنا خاصها تفرز 2 غرامات ديال الكوليسترول في النهار. ملي كتعطيها اغذيه اللي فيها الكوليسترول الجيد كتعاونها وبالتالي كترتاح شي شويه مسكينه. بيضه حتى 2 بيضات في الفطور في رمضان، خصوصا الا درتي معاهم شي مولاي الكامون البلدي وكدير ليها. ولا كان شي بيض بلدي حاول تخلي ليه الصفر شي شويه خضر باش تستافد منه اكثر. بارطاجي هذه المعلومه مع صحابك، اكيا وربي.